برج الحمل. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ معاكم قناة سكايلايت. والنهارده ان شاء الله معايا تاروت الحمل هيبقى من 24 حتى 30 من شهر يناير. يلا بينا كده. اولا ايه رأيك في التغيير؟ طيب يلا بينا كده. اولا هاخد لك كارت من القمر. شوف كده اولا مبدئيا كان القمر عايز يقول لنا ايه يا قمر؟ طبعا اصلا بنات الحمل من احلى البنات على فكره. انا هعمل حلقات كده يعني احلى بنات في الابراج، ارق بنات في الابراج، وعلى فكره دي مش كلام، ده حقيقه يعني. طيب تمام. النيو مون ان ايريس بيقول لك مش ممكن، ده يخوف قوي. احيانا كده يعني بخاف قوي والله العظيم فعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا مش عايزين يعني حوالينا الا الارواح الجميله، ماشي؟ طيب هنا it's time to take action. القمر الجديد في برج الحمل بيقول لك كده it's time to take action. طيب يلا بينا كده. يلا بينا كده نبدأ بقى. لا هاخد لك طبعا كارت من حد الأول هنا نشوف كده هذا الحد عايز يقول لك ايه؟ اكشن. It's time to take action. يعني انت فعلا ممكن تكون بتاخد اكشن دلوقتي في حاجة معينة. طيب ممكن طبعا هنشوف كل حاجة. يلا كده. حط حد في بالك بقى، حط حد في بالك وخلينا نشوف عايز يقول لك ايه. بيقول لك ماي فانتازي، يعني انت بالنسبه له حلم فانتازي، فاهم؟ اللي هو انت ممكن تكون بتمثل له حاجه جامده قوي، بس يعني انت ممكن تكون مش عارف مش عارف قد ايه انت بتمثل له حاجه حلوه يعني. طب والفانتازي على فكره هو الشيء اللي انت نفسك فيه. الفانتازي هو الشيء اللي انت نفسك فيه. طيب ومش انت، هو بقى. تعالوا كده يلا بينا. 5 كروت طاقه كده تطمنا على الحمل مبدئيا، وبعد كده بقى على القوس، وبعد كده على الاسد، على الابراج الناريه كلها طبعا. بس اولا طبعا اول برج بينزل في الابراج الناريه هو الحمل. يلا بينا كده. 2 of Pentacles. في طاقتين هنا بيفكروا سوا، انت مش بتفكر لوحدك. تعالى كده نشوف. King of Wands. واو. الإيس اوف واند، التري سورد، التين اوف بنتكل، الله، التري اوف كاب، التو سورد. هنزل لك بص، هنزل لك كام كارت. خليك جنرس بقى وخليك سخي، اصلا الحمل سخي جدا. لايكات بقى. طيب ايه الحمل اسخى برج في الابراج كلها. والله العظيم بجد والمصحف. طيب تري اوف كاب، التو سورد، كوين اوف واند، كينج اوف واند، تري اوف سورد. الطاقات ديت فيها الحمل خلاص في بدايه جديده. الحمل فيه علاقه، انت في علاقه دلوقتي يعني، هو ده اللي باين. خطوبه، زواج، علاقه بتبدا تترسم، او علاقه بتبدا تكبر، او كلمتوا عن العلاقه دي مع اهلكم، حاجه كده يعني. تريف كاب فوز يعني، وكانك فزت بحد وحد فاز بيه. التو سورت انت اتظلمت قبل كده، مش عايز تتظلم تاني. التريف سورت لسه فيك جرح شويه من حد قديم. طب ده موجود ليه مع الطاقات اللي مليانه حنان وحب دي؟ كوين اوف واند، كينج اوف واند، الايس اوف واند، والبدايه الجديده، التين اوف بنتكل، والحلويات والدلع كله، وطاقه ال3 كؤوس. طاقه اكتر من رائعه، بل اني شايفه ان في حد بيفكر فيك. وعلى فكره انت بتفكر في الحد ده بس مش بنفس الشكل. والحد دوت هو الشخص اللي معاك هنا، هو الشخص اللي في العلاقه دي وياك. في حاجه جديده بدات، وهي حاجه جميله مش جديده بس. تعالى كده. ايه الحكايه؟ ايه اللي بيحصل وياك يا حمولي؟ النايت اوف سورد. هو في ايه؟ مالك سخنان ليه؟ ماشي. السكس اوف كاب. عشان كده اللي بيحصل مديك صحي، ده اللي بيحصل مخليك مبسوط، فده مخليك جامد كده قوي في نفسك، سخي مع نفسك ومع اللي حواليك، سخنان شويه. يعني ايه؟
في مصر نقول لك يعني انت بص الناين اوف كابس هنزلها لك والله تستاهل. اخيرا الحمل بيبدا يبقى مبسوط، واخيرا الانبساط ده مش مجرد طاقه انا مبسوط الحمد لله، لا لا مش كده بس، مبسوط الحمد لله كده، الحمد لله يا رب. بدات تحس بسنس او بطاقه فيها توازن نوعا ما مع حد، واخيرا انت والحد دوت قدرتوا تتوصلوا ان انتوا تكونوا سوا. كان قبل كده موقفك تفكير في ماضي، وبعد كده هو توقفك تفكير في خليني اركز على شغلي، خليني اركز على عملي، دلوقتي خليني اركز عليك. ده اللي واضح. علاقه حلوه رايحه مكان حلو قوي، واضح جدا ما فيهاش بنفيتس، يعني مش حاجات مصلحه، لا 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 خالص. واضح ان في قلبين هنا بيحاولوا يتوصلوا لحاجه حلوه مع بعض، وده اللي عاجبني قوي في قرايه الحمل. خد بالك انت بتوصل للشخص ده استشفاء وهو بيوصل لك استشفاء، بس اهم حاجه نطلع طاقه الماضي بقى كده وخلي الماضي في حاله، صح؟ تعالى بقى كده نخش على كارتك التالت. نشوف ايه الحكايه. هو البرد صح؟ صوتي رايح شويه. تعالوا كده نشوف البيج اوف سورد. مش عارفه ليه حاساك برضو لسه حذر في طاقتك يعني. وكان الحمل والله العظيم انا عاوزه ادي حب، بس بلاش ما تجبرونيش ادي كله او اطلع كل اللي في قلبي. ما تخلونيش اعمل كده يعني. البيج اوف سورد بيقول لي ده. تعالى بقى شريط ايه التريف بنتكل، ايه السكسس سورد، حلوه قوي الطاقه دي. الماجيشن، الايت اوف واند، ايه الجمال ده، الله اكبر. همسك الخشب في بدايه جديده للحمل، والبدايه ديت هي بدايه فيها حب، وبدايه فيها تسامح، بدايه فيها انا مسؤول عن الشخص دوت عاطفيا معنويا ماديا اي حاجه بقى، مش مشكلتي، وهو كمان مسؤول عني. انتوا الاتنين مسؤولين عن بعض، انتوا الاتنين مسؤولين ان انتوا تعملوا بدايه جديده، انتوا الاتنين مسؤولين عن شيء في حب. على فكره العلاقه دي لو لسه ما اترسمتش هي في طريقها، وعلى فكره برضو العلاقه دي لو لسه جديده جدا الشخص دوت اعتقد ان هو بيفكر في ابعد ما يكون مجرد علاقه حب. الشخص اللي معاك يعني اعرف ان هي دي نواياه. الشخص دوت ما هواش بينوي مثلا او عنده نوايا ان هو يبعد بعد شويه او بيلعب بيك، لا. في الوقت دوت هذا الشخص عاوز زي ما انت عاوز، اللي انت عايزه هو عايزه، تمام. طيب وكانك يعني وكان دوت شيء انت كنت عايزه وجبته في الدنيا فعلا، جبته من دماغك هنا، وكانك فضلت تدعي ربنا كتير قوي 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 بعد كل صلاه، وكانك كان في كده في قلبك يقين ومؤمن قوي بالخطوه اللي انت هتاخدها، وفعلا قدرت توصل اللي انت عايزه فيها. طاقه الحمل عجباني قوي. اخيرا بقى مفيش اسى، يعني شويه كده شويه كده، يعني ما هو مش على طول اسى صح، عايزين شويه دلع، ماشي. يعني شايفه احلى ترويق هنا، ولو انت من مصر هتعرف يعني ان الترويق هو الدلع. والايت اوف كابس ماشي. اخيرا كارتك الرابع بيقول لي انك بتحط الماضي على جنب شويه، بس هل هو بيحطك على جنب؟ والله اعتقد ان في ماضي لبعض منكم ليس لجميعكم ممكن يكون بيفكر ان الفرص لسه ما خلصتش. بالفعل في امنيات عند حد معين ملهاش علاقه بانك ترجع له، او ان العلاقه يكون فيها شيء ستيبل او شيء متزن. مش هرزلك. ايه هنا الامبرس. هخليه كارتك الخامس لان انت دلوقتي مش عارفه ليه حساك الامبرس. طيب اهم حاجه خد بالك في حد ممكن يكون بيفكر ان في رجعه تاني، فانت كن حويط واحتاط، لاني انا عاوزاك تبقى تاخد بالك قوي، يعني ان في شخص دلوقتي عايزك. فخليك جنب اللي عايزك، تمام، ابعد عن اللي تعبك. الامبرس وخطوات ذكيه جدا حلوه قوي للحمل في حياته خلال الفتره ديت، وكانك بدات تواجه اي مخاوف، وكانك بدات تواجه مخاوف فعلا كانت متواجده ليها علاقه بالماضي. ازاي ان انا اكون في علاقه واكون مبسوط فيها، وهل ده ممكن يحصل وان انا هفضل كده؟ اعتقد دوت كان في دماغك وقت طويل جدا. طيب بص بقى بالفعل شايفين. طيب هناك شخص كان مسؤول عن هذه الطاقه، طاقه يا ترى ايه اللي بيحصل دوت، ويا ترى هل هناك فرصه ان انا اقابل شخص كويس. واعتقد دوت كان في مرحله كنت بتحب فيها حد جدا جدا، فجاه واحده الحد دوت يعني خلاك تكره الحب في وقت من الاوقات،
دلوقتي انت رجعت تحب الحب تاني، ورجعت الشمس كده اهوت وكانها بتعوضك. حساك لسه لحد ما يعني آه، نوعا ما شويه العواطف بتاعتك ساعات بتبقى مبتعده عن الشخص الجميل اللي معاك دلوقتي، بس ده لما بيحصل بتكون دماغك في حته تانية. ربما لسه سبحان الله العقل الباطن احنا بنخليه يتكيف مع الافكار اللي احنا عاوزين نديها له. فانت ممكن لحد دلوقتي لسه ما سستمتش عقلك ان هو يبطل تفكير في الماضي. العلم دوت ممكن يكون فعلا بيحصل. يعني انت ممكن تكون انا نفسي بجد ابعد عقلي عن الماضي، طيب ده هيحصل، بس ادي نفسك وقت. وانا حاسه فعلا ان ده بدا، يعني انت بدات اخيرا انك تحاول تدي نفسك وقت انك تفكر في الحاجه الحلوه اللي معاك واللي في ايدك. وهنا انا معرفش ليه حاسه ان الحمل ومعايا شخص بدأوا يفكروا في المستقبل، ان الحمل ومعايا شخص بدأوا يفكروا في حاجه حلوه ممكن تربطهم ببعض. ولكتير منكم مش عارفه ليه حصل العلاقه ديت بعد كده بتترستق. هنا في مصر تترستق ديت يعني ايه؟ يعني العلاقه تكبر ويكون فيها حب اكبر كمان من دلوقتي. طيب نصيحتي للحمل قلتها لك، خلاص سيبك من الماضي، لان هنا كمان حساك بدات تبعد. طبعا دي الايت اوف كاب، والايت اوف كاب اصلا بتقول لك خلاص انت بتبعد، وده شيء كويس جدا. طيب ممكن يكون الشخص القديم عنده افكار بانه يرجع تاني، ملناش علاقه، تعبك كتير صح؟ اذا فكر في المستقبل وفكر ايه الحلم اللي هو جاي، وبعد كده بقى اي حاجه تانية تحصل. دي حاجه. الحاجه التانية حاول انك تتأقلم مع الوضع الجديد. طبعا اي علاقة جديدة بيكون فيها الانسان احيانا مرتبك متوتر، وكأنه بيسأل نفسه وانا في علاقة جديدة طيب المفروض ان انا اعمل ايه، او المفروض ايه الخطوات اللي انا اخدها عشان العلاقة ديت، ولا اي حاجة. خليك على طبيعتك، خليك الحمل اللي بيحب نفسه وبيحب الناس، خليك الحمل الجنرس قوي والسخي جدا مع كل اللي حواليه. ده اول شيء هيوصلك للي انت عايزه داخل العلاقه العاطفيه بتاعتك. دي اول حاجه. تاني حاجه، ادي ثقه للبارتنر بتاعك او لشريكك في العلاقه من غير ما تبقى vulnerable قوي، او من غير ما تكون متاح قوي. ماشي؟ ده مش وحش، ده حلو جدا، لان اي اتنين في اي علاقه بيحبوا قوي انه الشخص يعني في اي علاقه بيحب قوي ان هو يبقى شايف حاجه برضو فيها سنه غموض، ما تبقاش على طول قاعد له كده وبتكلمه على طول 24 ساعه في التليفون يعني. طيب بص انا بقول لك كده بناء ان انا يعني برج القوس ما اعرفش انت بقى ايه الظروف معاك. طيب تعالى كده اخد لك كارت من هنا نشوف كده. حط بقى، يلا بقى يلا بقى يلا بقى، حط حد في بالك كده، حط حد في بالك بقى. اهو رنوي ايه؟ حد عاوز ياخدك ويروح بعيد بعيد معاك عن كل الناس. اهو تعالى ادي لك كارت تاني لما تجيلك الفرحة اتبسط، يعني لما تجيلك الفرحة اتبسط، بلاش تقول وتتساءل يا ترى الفرحة هتفضل ولا لا. لو انت عاوز الفرحة هتفضل. تعالى اخد لك كارت تاني. اذا في حد هنا بيقول لك انه من غيرك بيكون ضايع. ده ايه الحب ده؟ طيب اكيد انا بشكر الحمل جدا، اشوفكم باذن الله الاسبوع الجاي. بيس.